كل اللي سمعته كويس لحد دلوقتي هو صوت باب البيت وهو بيتفتح بالراحة وبيتقفل في هدوء جدا، بس الصوت وقف دلوقتي، مفيش صوت خالص، مفيش اي نور اتفتح بره او في اي حركة غريبة. ممكن عقلي بس والخوف هو اللي خلاه يفكر في الفيلم الهندي اللي انا بفكر فيه ده، بس التأكيد جالي في اقل من ثانية لما اخدت بالي من الخيال اللي واقف ورا الباب. حد واقف ورا الباب بيتصنت عليا. المشكلة اللي انا مش هعرف اتحرك ولا دافع عن نفسي، وفي وسط الرعب اللي انا فيه ده كله يا جدع الاقي تليفون البيت بيرن. في اقل من فينتو ثانية كنت رفعت السماعة. يا سلام يا سلام، بعد اسمه كلام ننسى الايام نعيش يوم الخميس. اقول لك انا اكل فطير ونشرب حشيش ونعلي الجواب. يا نصاب يا ابن النصابه، داخل تبيع لي روايتي بضعف الثمن. بص يا باشا، بص يا باشا، دي الكتكوته، دي العسل. بص دي، بص 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 الفرق، بص الفرق قد ايه، بص المصيبه. يا نصاب يا ابن النصابه، مع العلم والله تحسها مجله، حتى ما فكرتش انك تخلي الكلام يبان. يعني مش هتكلم يا نصاب يا ابن النصابه. ليه بقى بقول يا نصاب يا ابن النصابه؟ انا مش فارق معايا والله، يعني افاده ليا، فاهمني؟ يعني الناس خلوني بقى في كل حته والروايه في كل حته ومش عارف ايه، اللي هم الناس النصابين يعني. بس مش دي الفكره. الفكره ان مثلا دار النشر مثلا يعني بتنتج لحد، فلقيت الحد ده ما بيحققش. ليه؟ عشان النصابين طبعا عمالين يبيعوا وهو ما بيبيعش، حدش بقى من عندهم وكده، انت فاهم يعني، مش لازم اقول. فالطبيعي يقول لك انا انتج له تاني ليه يا عم، ده راجل ما بيجيبش. بس طبعا مش مع دار النشر اللي انا معايا، عشان استاذ محمود البهيري عارفني جدا 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 واصحاب جدا جدا جدا، فمش هيفرق معانا الكلام ده كله. بس يعني ايه، مقدمه كده وخلاص. وصباح مساء خير عليك يا جدع. لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك بقى، ولا نخش في الجد ونسيبنا من الهبل اللي احنا بنقوله ده. ما تنساش اللايك، وما تنساش الفولو، ما اعرفش ايه الفولو ده، وما تنساش مش عارف ايه ولا الحبشتكنات دي يعني، فاهمني؟ بالي كتير ما قلتش الكلام ده، فقلت اما اقوله يعني. وبما اني اتكلمت بسرعه جدا وقلت الكلام ده بسرعه جدا والناس كلها بتقول لي انت بر 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 وما بتسكتش خالص، احب اقول لك على حاجه. صباح مساء خير عليك يا جدع. المهم يا جدع، اتمنى انك ما تمسكش في خناقي في اخر الفيديو ده. ليه بقى؟ عشان الفيديو ده حصل من فتره، مش الفيديو، الموضوع حصل من فتره كده. الفتره دي كنا لسه ما وصلناش لطريقه التواصل القويه فشخ اللي احنا فيها دلوقتي يعني. الموضوع وقتها كان لطيف احسن من اللي بيحصل دلوقتي، بس عادي يعني. وقتها كده كانت رجلي مكسوره اصلا في الفتره دي يعني، متجبسه بقى وحركات، ده عشان الحبكه بقى وحركات يعني. استنى بس اتقل عليا. المهم الفتره دي ما كانش عندي اي شيء غير اللي انا اقعد ابص حواليا، بدخل في حالات ملل كتير جدا عشان فاضي. وطبعا التكرار اللي بيحصل معايا يوميا خلاني فعلا ساعتها ما كانش معايا غير واحد صاحبي بيجي لي بس ايه يقضي احتياجاتي كده ويقعد معايا شويه جدعانه يعني. وانا كنت بعامله معامله الخدامين واقرفه في حياتي وطلباتي، وبعدها بيسيبني ويمشي. بس راجل جدع. واكتر اوقاتي كنت بقضيها اللي انا اقعد جنب شباك اوضتي واقعد اتفرج على الناس اللي رايحه واللي جايه. وربنا ما يوريك اما بقف في الشباك وابص على الناس اللي رايحه واللي جايه، عشان انا بقلبها تريقه مع ان الناس ما تستاهلش كده، بس انا قليل ادب ووسخ، بس بيبقى بيني وبين نفسي، ما بيبقاش قصدي الناس حد، بس انا رزل يعني. واقعد ابص على الجيران من بلكوناتهم وشبابيكهم كده لص يعني. ما كنتش اعرف اسامي الجيران ولا بسمع اصواتهم، بس بحب اتفرج عليهم. انا عايز اقول لك حتى اشكالهم ما كنتش اعرفها كويس يعني، لان فرق الشبابيك شويه، فرق المسافات يعني، فالوشوش ما كانتش بتبقى واضحه زي ما انت متخيل. ومع ذلك كنت اقدر احط لهم جدول زمني، امتى بيمشوا، امتى بيرجعوا، بيعملوا ايه يوميا، مين دخل هنا، مين خرج هنا. اعتقد يعني ان لو كان حد بيشوفني في اللي انا بعمله ده انا هيفتكرني حد مختل عقليا، يا اما جاسوس دولي يعني، حاجه من الاثنين، ما ينفعش غير كده. بس والله ما غلطتي جدع، انا راجل مكسور وحركاتي محدوده بقى، نعمل ايه؟ من الشباك للسرير، ومن السرير للكباريه للبيت للشباك. وما حدش يفكر يعمل الحاجات دي عشان الحاجات دي قرف ووحشه وعيب وحرام، ماشي؟ بس افضل ميزه في اوضتي يا جدع كانت الشباك. كنت دايما ببقى قافل نور الاوضه عشان الحشرات وكده، وعشان ما حدش يشوفني الصراحه يعني. كنتش بعرف انام كتير لان ما كنتش متعود ان انا انام كتير اصلا. وعارف طبعا انك بتسال نفسك دلوقتي وبتقول طب ما بتقراش كتب ليه؟ احب اقول لك ان ما اعرفش انا كمان ليه كنت تسليه بالنسبه لي، وكنت شايف ان حاجه جامده قوي ان انا اقعد اراقب وابص على الجيران. كان قدامي على طول في 2 لسه متجوزين بقى، والصراحه يا جدع يعني عشان برضو ايه انتوا فاهميني، ايه الاسبانكات كانت على ودنه، والواد ايده مرزبه، البت ده بام عارف انت، مش فاهم، انا مركب مضرب تنس في ايديه. من الاخيره كان لاسوع يا معلم. بس الصراحه ما كانوش بيقعدوا في البيت يوم واحد على بعض، دايما مستعجلين ياخدوا بعض ويخرجوا.
يخرجوا. طبعا ما اعرفش بيروحوا فين، مش للدرجه دي يعني، بس كان لازم دايما وهم نازلين ينسوا حاجه وبعدها بشويه لا حد فيهم راجع، اللي مثلا نسي النور، اللي نسي مفاتيحه وحاجات كده يعني، عارف اللي هو ايه، مستربعين وخلاص. المشكله الراجل لسه متجوز ده كان غبي، كان يبقى ناسي النور فيرجع يطفيه وهو خارج يقعد يخبط في حاجات، وما تقوليش شفته ازاي. من اخرها كان عبط وبيضحكوني كتير فشخ. والبيت اللي جنبه يا جدع كان فيه شقه كده شبابيكها مخلياني شايف كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه بسبب الزاويه بتاعتها، وكان في نور اوضه معين كده بيشتغل في فتره معينه في اليوم، والشقه دي تحس ان فيها طاقه حزن كده، شقه كئيبه. الشقه دي كان فيها واحده ست عايشه مع بنتها، اعتقد ان الست دي ارمله وهي بقى اللي بتشيل بنتها وكده. كنت دايما بشوفها وهي بتحط البنت على السرير وتبصها وهي حزينه كده، تروح مطفيه انوار الشقه وتدخل اوضتها وتقعد تتمكج واحمر واخضر واصفر وتاخد بعضها وتخرج وما ترجعش الا وش الصبح. ولما بترجع كانت دايما بتقعد في ركن الصاله كده وتقعد تعيط، وده يخلينا ما نفكرش هي بتعمل ايه ونروح الشقه التالته. دي بقى يا جدع كانت الشقه المثاليه بالنسبه لي، اللي بقدر اشوف فيها كل حاجه كاني عايش جواها. والبيت اللي فيه الشقه دي كان اقدم بيت في المنطقه اصلا، بيت اثري تاريخي. الشقه دي بقى معرفش اللي عايشين فيها مستحملين يعيشوا فيها ازاي وهم قريبين من الشارع بالشكل ده. حتى الشبابيك بتاعتهم مقفوله من تحت ومعموله بزاويه كده بحيث ان يبقى من فوق يدخل لهم هواء، يدخل لهم نور، انما ما حدش في الشارع يشوفهم لان اللي ماشي واللي رايح ممكن يشوفهم اصلا. والست اللي في الشقه دي كانت دايما تحسها مريضه، لاحظت ده من حركاتها، من عدم خروجها من البيت نهائيا، من طريقتها كده مريضه. باوقات كتير كنت بشوفها قاعده جنب الشباك كده وماسكه راسها كانها دايخه لمده كام لحظه وبعد كده بتتحرك عادي. كنت دايما بسال نفسي واقول هو ليه جوزها ما بيجيب لهاش مثلا دكتور يشوفها او حاجه، بس اعتقد ان جوزها كان عاطل ومش هيقدر على تكاليف الدكاتره يعني. وفي يوم فضل نور الاوضه بتاعتهم شغال طول الليل ما اتطفاش نهائي. اعتقد ان المرض شد على الست دي وجوزها كان قاعد جنبها طول الليل. وده مش معناه ان انا قاعد براقب حاجه يعني لا سمح الله، بس نور الاوضه فضل شغال لحد 3 الفجر، وانا قمت عشان انام وحاولت انام بس ما جاليش نوم فرجعت تاني. فانا خدت في العمليه دي ساعتين، فرجعت الساعه 5 لقيت النور لسه شغال برضه، فلا سمح الله يعني انا مش براقب. بس بعد شويه كده لقيت الراجل اللي في الشقه خارج ناحيه الصاله كده، واقف جنب الشباك بتاع الصاله وعمال يهز في رجله جامد ومولع سيجاره وشكله مرعوب او في حاجه غلط، عمال يهز جسمه كده، عارف انت الحركه المشهوره لما يكون حد متعصب. اعتقد ان هو كان قلقان على مراته وده كان باين عليه جدا يعني، والطبيعي ان هو يبقى كده يعني سهران طول الليل بيعاني معاها. بس لو انا مكانه كنت وديتها اي مكان هادي، عشان الدوشه بتاعت الشارع والبهدله دي هتخليها ما تعرفش تتعافى اصلا. وفجاه لقيت الزوج ده ولا الراجل ده بيطلع نصه من الشباك كده عمال يبص يمين وشمال كانه بيدور على حاجه، بس اعتقد ان هو بيستكشف المكان لان كانت حركته بطيئه كانه كاميرا مراقبه بالظبط. واول ما حسيت ان راسه قربت من الشباك عندي كده قمت راجع لورا في هدوء عشان ما ياخدش باله. حسيت ان هو لو شافني هيفتكرني ببص عليهم لا سمح الله يعني ولا حاجه، حسن يفتكرني براقب ولا حاجه. بس الدنيا كان لسه فيها الليل شويه فما اعتقدش ان هو هيشوفني او شافني حتى. وبعد كام لحظه كده قمت راجع للشباك تاني بس لقيت الراجل اختفى اصلا ما بقاش في الشباك. الغريب بقى يا جدع اللي انا بدات اسال نفسي هو ليه الراجل كان بيبص كانه كاميرا مراقبه كده في الوقت ده، مع ان لو واحد عنده قلق داخلي عشان مراته تعبانه وكده مش هيعمل حركه زي دي. المفروض تلاقيه بيبص حواليه وشه في السقف وسرحان ماسك راسه وباصص في الارض، اي حاجه بالشكل ده. ان هو تبص على الشبابيك بالمنظر ده فده بيدل على قلق خارجي مش قلق داخلي عنده. هي نقطه تافهه الصراحه بس مع واحد فاضي زي كده فكانت نقطه اقدر الاحظها بسهوله جدا. المهم الشقه فضلت هاديه، اعتقد يا داخل نام يا خرج لانه كان منزل الستار بتاعت الشبابيك كلها اصلا يعني. بعدها بشويه لقيت صاحبي داخل عليا وجايب لي الفطار اللي هو بيساعدني وكده، قعد اتكلم معايا شويه وهزرنا وضحكنا وبعد كده سابني ومشي، وانا انشغلت في حالي يعني ما بقتش ابص على الشقق لحد اما رحت في النوم. وعدى اليوم يا جدع والليل جه، وقتها الانوار بتاعت الشقق بدات تشتغل من اول وجديد ونفس كل يوم. الاتنين المتجوزين والمرزبه اللي سبانكات اشتغلت والنزول والخروجات ده امر طبيعي، والست الحزينه اللي بتنام بنتها وتخش تحط الوان اشاره المرور دي وتاخد بعضها وتخرج وما ترجعش غير اخر الليل. والشقه اللي فيها الست المريضه لسه زي ما هي، ستاير اوض النوم كلها نازله وبقيه الشقه الستاير مرفوعه كده يعني الوضع طبيعي، لحد ما لقيت النور بتاع المطبخ بيشتغل عنده. ساعتها افتكرت ان انا ما بصيتش عليهم من ساعه ما صحيت من النوم، يعني ازاي عدي عليا حاجه زي كده. ولقيت الراجل بيتحرك جوه المطبخ ولابس شيك كده فاهمني، فعرفت ان هو كان بره ولسه راجع، ولقيته بدا يمسح عرقه من قرطه كده، واعتقد ده دليل ان هو متضايق او شاكك او في حاجه، لان الصراحه لو كان حران كان على الاقل هيبتدي يقلع هدومه. واللي اكد لي ان مراته لسه مريضه ان هي ما خرجتش تستقبله اصلا، اكيد فضلت في السرير تعبانه طول اليوم ما بتتحركش. بس الغريب اكتر يا جدع ان هو ما دخلش يطمن عليها، على الاقل يدخل اوضه النوم يبص عليها حتى، بس ممكن برضه تكون نايمه وهو مش عايز يزعجها مثلا. بس لحظه واحده، هو متاكد منين ان هي نايمه اصلا بقى؟ ما هو كان بره
بره لحد ما بصش يا جدع. ايه اللي الذوق دي ولا انت ليه؟ لا ده بيذوق. فجاه لقيت الراجل رايح عند الشباك بتاع الصاله وبيطلع جسمه وبيعمل شغل كاميرات المراقبه زي ما عمل امبارح بالظبط. والغريب برضه ان مع انشغاله ده وكاميرات المراقبه اللي هو فيها دي وان تحسه ان هو خايف على مراته وبيحبها بس ما دخلش يطمن عليها ليه برضه. كان الموضوع شاغلني الصراحه. المهم بدا ينزل الستاير والدنيا رجعت هاديه تاني. اللي جنني بقى اللي انا لقيت صاحبي داخل عليا وبيشوفني لو محتاج اي حاجه قبل ما يمشي، فشكرته كده بس لقيته لسه واقف برضه صامت كده ما بيتحركش. بعدها لقيته بص لي كده وقال لي عارف الهدوء ده بيحسسني بايه؟ قلت له بايه؟ قال لي بطعم الموت. قلت له اعوذ بالله منك انت عايز تموتني في ايه يا عم؟ وبعد كده قمت ضاحك يعني. قلت له ما تقلقش الموت لسه ما جاش، اما يجي هبقى ارن لك حاضر. لقيته سابني ومشي كده وهو بيبرطم والبرطمه بتاعته لقيته بيقول لي فيها هو قريب وانا متاكد اكيد في مكان قريب جدا. وخد بعضه ومشي يا جدع وانا بقيت لوحدي في العتمه والظلام الدامس فول دامس. عديها ولا كانها اتقالت. كانت ليله هاديه جدا يا جدع لحد اما لقيت زي دخان بسيط كده بيخرج من الشقه بتاعت الراجل الست المريضه. ولقيت الراجل بيفتح الستاره وبدا يهش بايديه الدخان كده بيخرجه من الشباك. وهنا يا جدع انا لقيت حد قاعد على الارض وراه. كان قاعد على ركبه كده قعده الركوع ولابس جلابيه بيضه كده وعمامه خضراء. كان في طبق حديد قدامه ومولع فيه بخور وشويه اوراق مرميه حواليه كده بس طبعا ما قدرتش اميز ايه اللي فيها. ولقيته كانه بيقرا كلام كده او بيقول حاجه وبعد كده بيبص في حته معينه وبيكلم حد بس الحد ده مش ظاهر لي. انا مش في الزاويه بتاعتي مخلاني مش شايف اللي بيكلمه ده مين، بس اللي اعتقده ان هو بيكلم مرات الراجل اللي هي الست المريضه. بس هو جايب لها شيخ ولا دجال؟ هي عندها ايه بالظبط بقى؟ ومن هنا يا جدع اللمبه اللي في دماغي بدات تنور والفضول بدا يديها كهرباء. هو اللي بيحصل ده بجد ولا انا بيتهيأ لي يا ولا؟ وفجاه لقيت الدجال ده قام وعمال يلم في حاجته. بعد كده وقف يتكلم مع الراجل شويه وانا عيني بدات تلف على المكان تشوفه على قد ما اقدر. والراجل سلم على الدجال ووصله لباب الشقه وبعد كده بدا يفتح ستائر الشقه كلها عشان يطلع الدخان وقام قلع هدومه يا معلم وبقى بالفانيلا محملات. انا ما اعرفش هو كان بيعمل ايه الصراحه بس كان باين عليه ان هو مشغول جدا. كان عمال يتحرك يمين وشمال كده كانه بيعمل تمارين رياضيه. والمشكله الاكبر ان الزاويه اللي الدجال كان بيكلم فيها حد ما خرجش منها حد خالص. وانا كنت مركز عشان اشوف مين اللي هيتحرك وكان بيكلمه بس ما ظهرش حد. والراجل اللي في الشقه زي ما هو متوتر وعمال يمشي يمين وشمال كده متلهوج. بعدها شفت الراجل وعمال يروح اوضه النوم بعد كده يخرج الصاله يدخل اوضه النوم يخرج الصاله. كل ما يخرج اللي بيعمل ايديه كده رقم 7 وينزل ايديه وبتاع. المهم اللي فهمته ان هو بيلم هدوم في شنطه سفر ومن الالوان اللي انا شايفها عمال يرفع ايديه رقم 7 بيها وينزلها. اعتقد ان دي فساتين مراته ولبس مراته وبيحطها في الشنطه. بعدها لقيته دخل المطبخ وبيمد ايديه فوق كده كانه بيسحب حاجه معينه. ولقيته جاب كوبايه وبدا يصب من الازازه اللي معاه ويشرب بس من الطريقه والشكل انا متاكد ان هو بيسحب ازازه خمره. طلع سفنجه المعفن خمرجي يا ولا. وبعدها لقيته بيقرب من الشباك وبدا يمسح شبابيك المنطقه تاني. ودي كده تاني مره يشتغل فيها كاميرا مراقبه في نفس اليوم. بس اعتقد ان دي عاده عنده مثلا معرفش زي الناس اللي بتفتح التلاجة تبص فيها شويه وتقفلها. ممكن تكون دي عاده عنده زي ما انا عمال اراقبه كده مثلا. اعتقد ان دي بقت عاده عندي من غير ما يكون في نيتي شيء لا سمح الله. بجد كانش في نيتي اي شيء. وبعدها لقيت الراجل بيتحرك ناحيه اوضه النوم بس ما نورش النور فيها وده طبيعي. اعتقد ان هو مش عايز يزعج مراته ومن خبرتي ان هو بيلم الشنط وبيعمل الكلام ده كله فاعتقد انه هيحرك مراته بكره يوديها بقى مستشفى ولا مش عارف هيوديها فين. بعدها جدع طفى الانوار بقى والدنيا بقت هاديه بس لقيت في نور كده عارف اللي هو للحظه وقام مختفي. فاعتقد ده نور ولاعه بس هو بيشرب سجاير جنب مراته التعبانه. يعني هو غبي ولا ايه ده؟ والفكره دي كانت محيراني الصراحه. وخايف عليها ولا بيخنقها؟ في حاجه مش في مكانها الصح بس انا مش فاهم. تحسه متعاطف جدا مع مراته بس افعاله ما بتقولش كده. ده غير الدجال ولا الشيخ اللي كان موجود ده كمان. بعد 10 دقايق كده لقيت نفس نور ولاعه اشتغل تاني. فاعتقد ان هو مش جاي له نوم زي حالاتي يعني. بس بصراحه انا سبته ودخلت انام انا. وصحيت انا على بدايه النهار كده على صوت صاحبي جه طبعا عشان يظبط لي الدنيا وكده. وانا سايب له مفتاح عشان لو حد بيسال ازاي بيجي وبيمشي فجاه. المهم يا جدع عدى يوم والتاني شقه الراجل دي كأن ما فيهاش حياه. وفي اليوم التالت لقيت نور الشقه بيشتغل والراجل كأنه لسه جاي من بره. اول ما دخل الشقه لقيته داخل على المطبخ على طول. بعدها لقيته انتبه كده وقام راجع على باب الشقه تاني كأن في حد خبط مثلا وهو رايح يفتح له. وفعلا فتح لحد من شكل الحد اللي كان واقف. اعتقد ان هو بتاع دليفري او حاجه زي كده. فجاه لقيت الراجل بتاع الدليفري ده بيدخل الشقه ولقيت واحد وراه كمان داخل لابس نفس اللبس. والراجل بيشاور لهم على الشنط كده اللي هي شنط السفر اللي كان بيحضرها من كام يوم. وبدا يقف يبص لهم كده ويباشر عمليه الشيل والحط بتاعتهم. بعدها لقيت الراجل قفل الشقه وراجع عمال يمسح عرقه كده كانه هو اللي كان بيشيل ويحط اصلا بقى. واللي فهمته نوعا ما ان هو ومراته مشوا بقى لهم يومين ورجع دلوقتي عشان بقى ايه بعت الشنط وراه. ده اللي انا فهمته يعني. ولقيته قام واخد بعضه وداخل المطبخ تاني وبيمد ايديه وبيسحب ازازه الخمور السفنجه المعفن. وخرج الصاله وبدا يشرب بس شرب زياده عن اللزوم. بس انا كنت محتار
من حاجه، الشنط وكل حاجه متجهزه اصلا، اللي باين عليه تعب وباين عليه فرهضه كده. فجاه جدع لقيته بيتحرك ناحيه باب الشقه وبيفتحه، لقيت الدجال داخل اللي كان عنده من كام يوم. دخلوا فضلوا يتكلموا شويه كده وهم واقفين، وفجاه لقيت الدجال ده دخل في نص الصاله كده، بدا يبص حواليه وفوق ويمين وشمال ويعمل حركات بايديه كانه على خشبه مصرع وبيعمل استعراض. وبعدها لقيته قام نازل بركبه كده على الارض وبدا يضرب على راسه كانه بيولول. كل ده صاحب الشقه اللي هو الراجل صاحب الشقه ده واقف بيتفرج، ما بيتكلمش ولا بيتحرك من مكانه، بس حركاته بتقول ان هو مستني حاجه معينه. وبعدها الشيخ ولا الدجال ده بدا يتحرك ناحيه الحيطان ويمشي ايديه على الحيطان كانه بيرسم رموز معينه واشكال معينه. وعلى حسب خبرتي، واخيرا خبرتي جت في الموضوع، ان الدجال ده، وده على حد علمي، ان الدجال ده عايز يتعامل مع جن رصد جوه البيت. وجن الرصد في ناس بتقول عليه حارس الكنز مثلا. وتبسيط لشغلانه جن الرصد يعني انه بيمنع او بيحجب اي شخص مهما كان جن او انس على انه يقرب من الكنز اللي هو موكل بحراسته. ده غير ان هو بيبقى عنده القدره اصلا على التشكل. بس الغريب بقى ان الجن ده الوحيد اللي كل الاشكال اللي هو بيتشكل لها لازم تكون مرعبه او مخيفه، بس لازم تكون مرعبه ومخيفه للشخص اللي قرب من الكنز اللي هو موكل بحراسته، وكانه بيعرف كل واحد خايف من ايه بالظبط. وفي من جن الرصد ده نوعين، النوع المكلف، وده زمان كانوا بيحطوا الكنوز في مكان معين بطقوس معينه ويرصدوها بالسحر، ودي شغلته. والرصد ده كان بيتم بتسخير نوع معين من الجن، بس لازم يكون الاتفاق مع ملك عشيرته او قبيلته، والاتفاق ده بيكون بتقديم قرابين، بخور معين، عزايم معينه، من اجل قبول الخادم الحارس بالتوكل المعين ده. بعدها بيبدا المكلف بالحراسه ده او الرصد ان يعمل طرق مجنونه مهما كانت ايه هي عشان يحرس اللي مطلوب منه، وممكن واكيد مش ممكن ان توصل لاذيه كمان عشان يحرس الحاجه دي، لانه لو فشل في الرصد ده وفشل ان هو يحميه بيتحاكم، والمحاكمه ممكن توصل لقتله. والنوع ده الملوك بتديله كل الاسلحه الروحيه اللي ممكن يستعملها، وبتديله صلاحيه كمان ان يقتل جنسه من غير ما يتحاكم، بس ده لو قربه من المكان الموكل بحراسته. والنوع التاني الجن الغير مكلف، ده بقى بيبقى جن بيحب الذهب اصلا وبيحب الروايح العتيقه، بالاخص لو عدى على مكان فيه سوائل معدنيه بس يكون عدى عليها زمن، ساعتها بيدخل المكان ويستولى عليه ويمنع اي حد يقرب من المكان اصلا بقى. واشكال جن الرصد المتعارف عليها ممكن يظهر لك على شكل راجل اسود بس شديد السواد، مش السواد اللي احنا عارفينه، لا شد منه شويه، وشعره مجعد وعريان صلبوطه وملوش اي اعضاء تبص عليها، عشان برضه نبقى واضحين، هيكل بس. وده طريقه فكه انه بيطلب من اللي قدر يوصل له قرابين بالدم، وده من اشهر انواع الجن اللي بتظهر او من اشهر انواع الرصد الموجود. عشان كده في اطفال كتير والعياذ بالله بتتخطف لفتح مقابر واستخراج كنوز. والذبح بيتم بشروط معينه ومرعبه فشخ بس مش هينفع اقولها. والنوع التاني من الجن ده او من الشكل ده بيكون جسم انسان بس على شكل تعبان او قرد، وبيبقى جسمه كله ملفوف بحديد او سلاسل مولعه نار. والشكلين دول اللي يقابلهم يهرب على طول، حتى لو معاه اقوى سحر، لو معاه الديب وعايز يفك السحر ده اهرب احسن. دي نصيحه وديني قلتها لك. الشكل التالت بقى وده صعب تميزه لان ده متشكل اصيل، وده ممكن يظهر لك بمليون شكل، وده ما بيتعاملش معاه غير السحرة عشان خاطر في عزايم وفي طقوس معينه وبخور معين عشان يقدروا يعرفوا هو مين اصلا وظاهر على شكل ايه اصلا. والشيوخ العزيمه دول يمين شمال فوق تحت هم كفار، سكه ودوري بقى هم شمال، لان كل الطرق لفك الرصد هي طرق شمال، واي واحد يوافق ان يفك يعرف ان هو شمال، الا في حاله دول ما مش هنتكلم في الموضوع ده، بس هو في حاله كده معينه. وكل الانواع بتاعه الجن الرصد بيقدر يتحكم في احلامك، وبيقدر يشكل لك احلام تكاد، حلوه تكاد دي، ان تكون واقعيه، ويفشخك يا معلم، يطلعلك على شكل واحده ويخليك تغتصب، ويقلب لك جن عاشق، ويبعت لك جن طيار، ويقلب لك جن شقوق القمر، وحاجات بقى غريبه. المهم نرجع للدجال اللي كان في الصاله وقاعد يعمل حركات بايديه، فخلينا اشك في موضوع الرصد ده اللي انا حكيته لك، بس دي مجرد فكره مهما كان، مش شيء اكيد، وخلاص بقى مليون في المية في رصد في البيت. وبعدها لقيت الدجال ده واقف مع الراجل وقعدوا يتكلموا شويه وسلم عليه وخد بعضه ومشي. وهنا حصل عندي زي نقطه اتصال كده بقى، الفضول لمس وبدا يشتغل فخلى اللمبه تنور تاني بس بشكل جديد. الفكره اللي نطت في دماغي ان الراجل اللي في البيت اصلا عمل حاجه في مراته، انا ما شفتش ولا اعرف بس التفاصيل بتقول كده. وفي وسط التفكير اللي انا بفكر فيه ده لقيت صوت صاحبي جاي من ورايا بيقول لي يا ابني انت ما بتعملش مجهود خالص، ليه باين عليك تعبان كده؟ لقيت نفسي برد عليه وبكل تلقائيه يا جدع وبقول له هو انت تعرف
تعرف حد من البيت اللي قدامنا، البيت القديم ده؟ قال لي لا الصراحه. قلت له طب بقول لك ايه، تقدر تروح لحد الناصيه تعرف لي رقم البيت ده كام؟ قال لي ليه وعايز تعرف ليه؟ مش فاهمك. قلت له يا عم مالكش دعوه، اسمع الكلام وخلاص ما تتعبنيش بقى. لقيته خد بعضه وخارج، وهو خارج قمت انا قايل له، قلت له يا سلام بقى لو تعرف اسم الراجل اللي في الشقه اللي في الدور الاول تمشاور له عليها كده، يبقى انت عملت معاه الواجب. ونصيحه ما تخليش حد يحس بيك يا جدع. ولقيته خارج برضه بيبرطم، بس كان بيشتمني، انا كنت سامعه الصراحه بس عملت نفسي مش سامع يعني. وقلت لنفسي خلينا نراجع الاحداث البسيطه اللي حصلت، لان في حاجه غلط في تسلسل الاحداث اصلا ممكن نكون ما خدناش بالنا منها. النور كان بيشتغل طول الليل في الليله الاولى، الراجل جه متاخر عن طبيعته في الليله الثانيه، كان عرقان ومجهد من غير ما يعمل حاجه، مراته ما خرجتش تستقبله في اليوم اللي النور فضل شغال دايما. الراجل بدا يشرب ويسكر من اليوم ده، بالاخص اليوم اللي لم الشنط فيه، وزود في الشرب لما الشنط خرجت. والراجل دايما بيقلق بطريقه غريبه، وبيطلع نصه من الشباك ويقلب فيها كاميرا مراقبه كانه بيتاكد ان مفيش حاجه، بس هو في حاجه. ده بعيدا عن الشيخ ولا الدجال اللي بيجي في اوقات غريبه واوقات اغرب من الغريب، وبيعمل حاجات غريبه عن الغريب الاغرب. ماشي يا جدع، لو اعتبرنا الزوجه مريضه والراجل بعدها عن البيت شكرا ليه عشان حالتها ما تبص، ووداها مثلا مستشفى او وداها بيت اهلها، فكده هنلغي النقط من 1 ل4 وهيبقى 5 و6 مالهمش لازمه. بس النقطه السابعه دي اهم نقطه. وبعدين هو ليه بيبقى بره اوضه النوم دايما، مع العلم ان هو بقى مثلا خرجها وداها مستشفى ولا وداها مكان مودعها، ليه على طول قاعد بره اوضه النوم ما بيقربش منها؟ هو في حاجه غريبه بس مش عارف اركب الخيوط يا معفن. في الوقت ده لقيت صاحبي رجع وبيقول لي البيت رقم 5 والشقه مكتوب عليها استاذ سمير عزيز. قام مكمل وقايل لي بس قول لي هو انت بتسال ليه عن كل ده وعايز تعرف الحاجات دي ليه؟ ساعتها قمت قايل له اطلع بره بيتي يا حيوان، ما تشغلنيش، مش فاضي لك. عارف انت الحركات دي، ها؟ اطلع بره دلوقتي. فضل واقف باصص لي كده اللي هو ايه، هي دي اخره الجدعنه؟ ولقيته قام خارج وهو بيقول لي شكرا لذوقك يا محترم. بدات افكر مع نفسي يا جدع، اصل لو الست كانت في اوضه النوم اصلا فمش ممكن تكون سافرت او راحت مستشفى، لاني ما شفتهاش اصلا في كل الفترات اللي انا باصص فيها، يا اما خرجت بقى في الاوقات اللي انا كنت نايم فيها. بس ليه التفاصيل دي كلها انا مش فاهم. طب لو هي اتحركت فعلا، الدجال ده كان بيبص لمين؟ اول مره شفته كان بيكلم حد كده وبيبص لمين بقى؟ وبعدين لو هي مشيت ليه شنطتها ما تاخدهاش معاها؟ يعني ليه هي تمشي وبعد يومين شنطتها تروح وراها؟ او الموضوع كان شاغل دماغي بطريقه غريبه الصراحه، رغم ان انا عارف ان انا غلط من الاول، انا قاعد براقب حال الناس يعني. بس لحظه، الشنط هي دي نقطة حل اللغز أصلا بقى، مفيش غير طريقة واحدة اللي أنا أحل بيها الموضوع ده. قمت مقرب من التليفون بتاعي يا جدع، قمت سحبه، تليفون أرضي، قمت سلابوكتا كلامونتا شكرنتي فكرنتا. ألو رشاد بيه، عامل إيه يا رشاد بيه؟ رشاد ده صديقي ضابط شرطة وجنائي أصلا بقى، أنا مش عايز أدخل بوليس قصتي ومش عايز أورط نفسي في سين وجين ما يخصنيش، بس ده صديقي وهتكلم معاه بالحب. ألو رشاد بيه، معاك الديب يا حبيب قلبي، عامل إيه يا بابا؟ الواد ابنك لسه بيشخ وبيطرطر على بقك ولا ها؟ ماما بتشيل بتقول له طخ على عمه ولا لسه حبيبي؟ طخ بقى ما انت ظابط. ظريف جدا، انا ممنون والله يا رشاد بيه. ساعتها لقيته بيرد بحماس، فينك يا عم اخر كام سنه دول مختفي ليه؟ بقالي كتير ما شفتكش ولا سمعت صوتك. قلت له حبيبي يا جدع هنتكلم بعدين في المواضيع دي، بس انا كنت عايزك في موضوع. سجل عندك الاسم والعنوان ده. قمت مديله الاسم وبقيه البيانات اللي خليت صاحبي يجيبها، وقلت له بص بقى، اعتبر ده تحقيق جديد وبلاغ من مجهول، بس اعتقد ان المكان ده هتلاقي فيه جريمه قتل، وخلي بالك ده مجرد اقتناع داخلي عندي، مفيش اي شيء ملموس لحد دلوقتي. كل ما في الامر ان في واحد ومراته عايشين هناك، ودلوقتي بقى الراجل بس، وفي شنط كان فيها كل اللي يخص الست، طلعت ديليفري من جوه البيت، وكمان في دجال بيزور الشقه في اوقات عشوائيه. وطبعا يا باشا انت ليك بقى طرقك وليك مصادرك اللي تعرف كل حاجه بتحصل هناك وتعرف تركب الخيوط دي. لقيته سكت شويه كده يا جدع، وبعد كده رد عليا بس وهو متردد شويه. قال لي بص انا هصدق عشان خاطر انت اللي قلت، بس كلامك ما فيهوش اي حاجه تستدعي اللي انا ابص وراها، بس على الله التدابير. قلت له انا واثق فيك يا باشا يا حبيب قلبي، ممنون جدا يا رشاد بيه، سلام يا حبيبي، سلام يا بابا. ماشي يا حبيبي، بلم الواد ابنك عشان خاطر ماشي، يلا سلام. اتفضل يا فندم، اتفضل لحد ما قفلنا. لازم قائمة اتفضل طبعا اللي متعودين عليها. انا عارف يا جدع ان انا اقدر اعتمد عليه الصراحه، والصراحه اكتر ما رضيتش اقول له حوار اللي انا براقب والكلام ده، عشان مش حابب اوضتي يبقى مليانه شرطه ومباحث ومناظير بقى وبيبصوا فيلم اجنبي انا في غنى عنه. بس هو عارفني من زمان ومش هيشك في مصداقيتي. ورجعنا تاني يا جدع، وبدات اراقب الراجل اللي اسمه سمير ده. ما كانش بيخرج كتير، ما كانش بيثبت في مكان واحد، دايما بيتحرك من اوضه لاوضه ومتوتر دايما. مره اشوفه بياكل، مره اشوفه بيحلق،
مره اشوفه بيقرا كتاب، مره اشوفه بيرقص من التوتر، مش بيرقص 10 بلدي ولا، بس في كل حاجه كان بيعملها باين عليه القلق فعلا. كنت بسال نفسي دايما هو ممكن يعمل ايه لو عرف اللي انا بتابعه وباصص عليه، او انا اللي بلغت البوليس عنه مثلا، هيهرب مثلا ولا مفيش حاجه يخاف منها ولا ايه بالظبط. بس انا متاكد ان في حاجه غلط، والا ما كنتش عملت كل اللي انا عملته ده. وبعد حبتين من الوقت كده لقيت التليفون عندي بيرن، ولما رديت لقيته رشاد بيه وبيقول لي بقول لك يا جدع ما عندكش معلومات زياده تقولها لي. ساعتها انا ضحكت وقلت له يعني ازاي يعني المفروض انا اللي اقول لك معلومات، مش عيب برضه؟ لقيته بيقول لي اصل انا بعت تامين شرطه هناك والتقرير بتاعه قدامي دلوقتي، واتقال فيه ان صاحب البيت ومن اكتر من جار كمان ان مرات الراجل سافرت البلد عند اهلها عشان مريضه ومحتاجه هدوء ورعايه خاصه، وقالوا ان هي سافرت من يومين الصبح بدري. قلت له طب لحظه بس، هو حد من اللي قاله ده شافها يعني وهي بتمشي؟ قال لي لا. قلت له طيب يبقى كل اللي اتقاله وصلك مفيش منه فايده، وان الناس دي مش شهود اصلا، وممكن يكون الراجل هو اللي قال لهم كده اصلا. قال لي ما تقلقش انا كده كده بعت حد للمحطه اللي سافرت منها عشان يتاكد من التذاكر، وكده كده انا مراقب برضه تحركات الراجل، ومع اول فرصه هتجيلنا رجالتنا يدخلوا الشقه وهيفتش. بس انا حاسس بصراحه ان لو فتشوا الشقه مش هيلاقوا حاجه. ساعتها انا قلت له ما تتوقعش مني حاجه اكتر من اللي انا قلته لك، الكوره دلوقتي في ملعبك يا باشا، انا اديتك اسم وعنوان ورقم كمان، وده كل اللي عندي. قال لي عارف ومتاكد، وانت عارف ان انا كنت بقدرك دايما. قلت له كنت يعني دلوقتي مش بتثق فيا؟ قال لي لا العفو، الموضوع بس ان احنا ما لقيناش اي حاجه تثبت احساسك لحد دلوقتي. قلت له اعتقد ان انت لسه ما عملتش حاجه عشان تكون ان في احساس ولا مش احساس اصلا. قال لي دينا هنشوف، وخلينا وراك لحد باب الدار، هبقى اكلمك بعدين، سلام دلوقتي. قلت له سلام يا حبيبي علوي، اتفضل 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 اتفضل. وعدى ساعه على المكالمه دي يا جدع، والمغربيه بدات تيجي، ولقيت الراجل اللي في الشقه سمير بدا يظبط نفسه كده، اعتقد هينزل، والاكشن عندي بدا يشتغل، والحماس بقى واكلني، لان انا عارف ان اول ما ينزل رجاله رشاد طبعا هتطلع تفتش الشقه. ولو عندك حاجه مخبيها يا راجل انت، اهو جه الوقت اللي هعرفه يا ولا، بلاعب لك حواجب اهي اللي على اليمين عشان تشوفها. وجه الوقت يا جدع، والراجل نزل من البيت فعلا. وانا عايز اقول لك يا جدع ان البيت عندي لو كان ولع حتى عيني مش هتنزل من هناك. وفعلا يا جدع بعد ما سمير ده نزل من البيت فيش دقيقتين لقيت في 2 رجاله داخلين الشقه، هم بقى دلوقتي بقوا جوه الشقه، ولقيت واحد اتحرك ناحيه اوضه النوم والتاني راح ناحيه المطبخ. كانوا بيمسحوا الشقه حرفيا في هدوء من فوق لتحت لحد ما وصلوا الصاله وهم يفتشوا مع بعض. وفعلا خلصوا تفتيش قبل ما يجي لهم التحذير، وانا فهمت ان جالهم تحذير من طريقه خروجهم السريعه اللي حصلت. والصراحه اكتر ان كان باين جدا ان هم ما لقوش حاجه. اكيد الراجل ده فاهم هو بيعمل ايه كويس. مفيش دقيقتين 3 وكان الراجل رجع البيت، وانا بقيت بتابعه كويس جدا عشان اعرف هيلاحظ ان الشقه اتفتشت ولا لا. بس الظاهر ان الرجاله كانت محترفه فشخ يعني. الراجل كان بيتحرك طبيعي في البيت مشكش في حاجه، لقيته فجاه جه قاعد جنب الشباك، وكان باين عليه ان كل شيء بقى تحت السيطره خلاص. القلق اللي كان عليه دايما كانه مش موجود. بس من جوايا بدات اسال نفسي هو انا ليه حاسس ومتاكد قوي ان هو عمل كده بجد؟ اصل لو بجد ليه ما سابش الشقه ومشي مثلا؟ وعقلي برضو كان بيرد عليا وبيقول لي هو اكيد عارف ان في حد بيشك فيه، يا اما الشقه نفسها لسه فيها حاجات هو محتاجها، والدجال اللي بيجيله لسه ما خلصش شغل، مع ان الدجال ده لغز بالنسبه لي لحد دلوقتي. وفضلت مستني مكالمه رشاد عشان اعرف الرجاله عملت ايه، بس المكالمه مش عايزه تيجي لحد اما صبري نفذ اصلا. قمت متصل انا برشاد. الو ايوه رشاد بيه يا باشا، الرجاله وصلت ليه يا باشا؟ انا هفضل قاعد مستني. لقيته بيقول لي دينا بنراقب تحركاته، واول ما هنشوف انسب وقت نقدر ندخل نفتش الشقه فيه هندخل طبعا. قلت له نعم يا حبيب قلبي، نعم يا روح قلبي يا عسل. امال مين اللي دخلوا فتشوا؟ قال لي فتشوا؟ امال مين بالظبط ولا في ايه؟ قلت له اوف لا مؤاخذه، انا افتكرت ان رجالتك دخلت بقى وفتشت المكان وكده، انا عارف الشرطه بتشتغل بسرعه. فهمت يعني انت لسه ما دخلتش المكان اصلا. قال لي هو طبعا لازم نراقبه كويس ونعرف تحركاته، لان كل اللي بيحصل ده على مسؤوليتي انا، يعني لو غلطه واحده حصلت مستقبلي هو اللي هيضيع. وطبعا يا جدع انا توهت عشان مش عايز اعرفه حاجه، وقفلت معاه المكالمه وانا تايه فشخ بقى. امال مين اللي دخلوا يفتشوا الشقه دول بقى؟ كده في حركات زياده كده اكيد، ومليون في المية في حاجه ورا الراجل ده. وتاني يوم يا جدع صحيت على مكالمه رشاد بيه وهو بيقول لي حبيبي يا جدع الرجاله لسه خارجه من الشقه ومفيش اي حاجه تخلينا نشك فيه. قلت له ما انا عارف، خلاص بقى انا شفت الرجاله التانيه امبارح بقى ومتاكد بقى. قال لي بس في مدخل العماره لقينا في زي بطاقه في صندوق البريد بتاع الشقه، سحبناها بالدبابيس، ولما قرينا اللي فيها لقيناها من مراته نفسها، وبتقول له فيها ان هي وصلت ونفسيتها بقت احسن وافضل. قلت له طب معلش بس عشان انت عارف ان انا موسوس شويه، طابع البريد كان عليه التاريخ بقى وكده. قال لي الصراحه ختم البريد ما كانش واضح شويه، اعتقد في حبر وقع عليه او حاجه زي كده. قلت له طب معلش برضه الحبر ده على ايه بالظبط؟
قال لي الحبر كان على تاريخ اليوم والسنه، انما الساعه والشهر كانوا ظاهرين كويس. قمت ضحك وقلت له يعني اليوم تمام والشهر تمام، انما سنتي بقى ممكن تختار اي سنه على راحتك انت اصلا يا رشاد بيه ما عندكش دليل الجواب ده وصل الصندوق ازاي؟ يعني ممكن اي حد يحطه بايديه عادي. لقيته اتعصب كده وقال لي يا عم اهدى بقى، مش عيب انك تقول غلط ولا انت فهمت غلط ولا انك غلط عادي يعني. قلت له بقول لك ايه، انا مش فارق معايا حاجه حتى لو الجواب ده جاي من المريخ. شوف الشنط اللي طلعت دليفري، هم دول بقى السر كله. لما تحدد موقعهم هيبقى لينا كلام تاني، لان اعتقد وقتها يا باشا هيبقى معاك دليل ادانه اصلا بقى. قفلت مع المكالمه يا جدع، واليوم عدى بسلاسه يا جدع لحد بعد نص الليل بشويه كده. وساعتها الرعب دخل قلبي حرفيا لما لقيت الراجل الدجال اللي بيجي لعم سمير ده ولا سمير ده واقف عند شباك الصاله وما اعرفش وصل هناك ازاي. ممكن عشان الدنيا ضلمه فعرف يوصل وما خدتش بالي، بس انا قدرت اميزه. كان واقف ما بيتحركش ولا حتى بياخد نفس، وعينه وجسمه كلهم ناحيتي وبيبص عليا، واقف زي التمثال يا جدع. فضل واقف فتره طويله لدرجه ان انا فرجت عيني وركزت زياده، ممكن اكون انا اللي غلط، بس اتاكدت ان هو بيبص لي ومش بيتهيألي. انا مش عارف هو واقف ليه الوقفه دي، بس عيونه كلها مركزه معايا. ساعتها قمت راجع لورا بالراحه عشان محدش يحس بيا. حاولت استجمع نفسي وقمت راجع داخل الشباك كأن انا بقى مش واخد بالي، بس ساعتها لقيت الشقه كلها لسه ضلمه ومفيش حد واقف ولا حد باصص عليا. انا مش عارف اللي انا شفته وحسيته ده كان بجد ولا خيال، وما حسيتش بنفسي يا جدع غير وصاحبي بيصحيني وبقول لي يا عم صح النوم، في حد جاي لك زياره. قلت له مين اللي جه؟ قال لي ظابط كده بس شكله محترم. قلت له خليه يدخل ومعلش انا اسف تعبك معايا. وفي اقل من ثانيه يا جدع انا لقيت رشاد داخل عليا، بس وشه كان مخطوف شويه، ولقيته اول ما قعد يا جدع بيقول لي بقول لك ايه الشقه اللي قلت لي عليها فيها ايه بالظبط يا جدع؟ مش عارف ليه شكيت شويه في السؤال وفي اللي بيحصل. قال له شقه ايه؟ مش فاهم حاجه. قال لي الشقه اللي فيها الراجل اللي بيطلع الكنز. قلت له كنز؟ يا فرج الله، ده فين الكنز ده يا ولا؟ لو تعرف حاجه فيها كنز انا معاك، انا عليا نصيب. لقيته فضل باصص لي شويه كده وقام قايم واقف ناحيه الشباك بتاعي وبص ناحيه الشباك بتاع الشقه وما قالش اي كلمه يا جدع. ولقيته خد بعضه ومشي من غير حتى ما يستأذن ولا يقول اي حاجه. وقتها اتاكدت ان انا صح وان اللي جالي ده مش رشاد اصلا، بس ازاي شبهه للدرجه دي؟ حتى صوته كمان مش عارف، بس مش نفس طبيعته، وده اللي خلاني احس ان في حاجه. وكده يبقى فعلا في حاجه، وزي ما انا كنت شاكك في رصد في البيت. الحمار اللي جالي من شويه ده يقول لي الشقه والراجل بتاع الكنز، لان على اساس ان هو كده ذكي يعني. وساعتها قمت جاري على التليفون ومتصل برشاد بجد بقى، وفعلا رد عليا. واول ما رد عليا لقيته بيقول لي بقول لك ايه يا جدع صلي على النبي بقى، انا مش لوحدي في الاسم، في رتب فوقيه كمان وانا المسؤول عن افعالي قدامهم، واي حاجه بتحصل واي حد بحركه من هنا بيبقى على نفقه الاداره، والاداره بتسال عن اي حاجه بتحصل. بس عموما انا حددت موقع الشحنه وهنعرف كل حاجه من وكاله الشحن، فانا عندي ظبطيه مهمه هتخلص بعد يومين. ساعتها هبقى اعدي عليك بعد ما اخلص وافهم بقى ايه اللي في دماغك. سلام دلوقتي. سلام يا حبيب قلبي، اتفضل يا باشا، اتفضل. ومن بعد الزياره اللي حصلت لي الغريبه دي يا جدع، اللي رشاد بس مش رشاد، اللي جالي ده زي ما يكون اتاكد ان انا ما اعرفش حاجه، يعني كان مشكوك فيا رغم اني مش عارف هو مين وازاي بقى شبه رشاد بالشكل ده الصراحه. بس من ساعتها والراجل بقى منزل الستاير بتاعته دايما، بقيت اشوف بالعافيه من فتحات الستاير كده، ده لو عرفت اشوف اصلا. وفعلا عدى يومين على الحال ده يا جدع لحد ما لقيت رشاد بيكلمني فعلا، وقال لي انا بعد ما حددت مكان الشحنه من الوكاله انا عملت اللي يملى عليا ضميري. انا اتواصلت مع بيوت جنب المزرعه اللي وصل فيها الشحنه، والكل اجمع ان في واحده ست فعلا استلمت الشحنه هناك. خلينا بقى ننسى كل اللي بنفكر فيه ده، ودي افضل حاجه ممكن نعملها دلوقتي. ده شكل قعدتك في البيت دي خليتك مش طبيعي، فركز بالله عليه. والصراحه برضو انا ما عنديش وقت اضيعه تاني، دي حاجات مش مؤكده، بس لو احتجت حاجه تاني كلمني على تليفون البيت، بلاش تليفون الشغل تاني لو سمحت. وقليل الذوق قام قافل في وشي يا جدع. وكده رجعت لوحدي تاني وعقلي وقف لمده ساعتين بعد المكالمه دي، وبعدها فك تاني وقلت طز في المساعده، انا مش محتاج مساعده اصلا. الراجل ده اللي اسمه سمير عامل حساباته كلها زي ما يكون حس ان ممكن يتبلغ عنه، بس حقيقته كده ظاهرالي وظاهرالي فشخ كمان، وانا متاكد من اللي انا شفته ومن اللي حصل معايا. ده جالي لحد عندي الفاجر ولا بعت لي جن ولا انا مش فاهمه ده. وفي الوقت ده يا جدع افتكرت ان انا معايا عدسه مكبره اصلا، اللي هي المنظار دي، كانت جايه هديه زمان من صديق ليا كده، كان فاكرني بقى المفتش كرومبو بسبب التحاليل اللي انا بقعد اقولها. المهم وصلت العدسه وطلعتها ونضفتها من التراب اللي عليها، وبعدها جبت ورقه وقلم وكتبت انا شايفك وعارف انت عملت ايه. وبعدها قلت عشان اعصبه اكتر واخليه بقى يكشف ورقه بجد، كتبت على الورقه من تحت كده 1327779 وبالعرض من تحتهم كلمه سم. واللي انا كتبته ده دي طريقه مفتاحيه لطلسم بيستعملوا الدجالين بتوع الرصد، ومش اي رصد كمان، الرصد المخفي. وبعدها قفلت الورقه كويس وناديت على صاحبي وطلبت منه ان هو يروح عند الشقه هناك
حطها تحت عقب الباب بس بالليل قبل ما يروح، بحيث ان ما يكونش في حد هناك يعني، واكدت عليه ان محدش يشوفه، وقلت له يرن الجرس ويختفي عشان يشد انتباه اي حد في الشقه. وفعلا بالليل صاحبي راح وعمل اللي انا قلت له عليه، وانا جهزت بقى المنظار بتاعي يا معلم وبدات اشوف اللي هيحصل. وبعد شويه لقيت الراجل فعلا بدا يتجه ناحيه باب الشقه. اعتقد كده صاحبي عمل اللي عليه، وفعلا الراجل فتح باب الشقه وقعد يتلفت حواليه لحد اما خد باله من الورقه. فعلا وطى خدها وقام داخل جوه وبدا يفتح الورقه ويقرا المكتوب عليها. تعابير وشه اصلا تثبت ان كلامي صح فعلا. عيونه وسعت والدم هرب منها، ولقيته كانه بيدوخ كده وقام ساند على الحيطه، وكانت راسه لتحت كانه بيفكر في المصيبه اللي هو فيها. ولقيته رجع لباب الشقه تاني وبدا يحسس عليه كانه واحده ست. فتح الباب بالراحه كده عقب كده وبدا يبص بيشوف مين اللي موجود ولا في حد بيبص عليه ولا بتاع، وقام قافل باب الشقه تاني وحط ايده في وسطه كانه بيفكر في حل للمصيبه اللي هو فيها. وهنا الصراحه فكرت اتصل برشاد، بس انا عارف رده، هيقول لي اي حد هيجي له رساله من مجهول اكيد هيخاف وهيتصرف كده، يعني ايه الجديد؟ انت مجنون يا ديبو. بس انا متاكد جدا من نظريتي، وان هو قتل مراته وبيعمل بيها حاجات ليها علاقه بدجل وشعوذه. والراجل كان لسه في شقته عمال رايح جاي عامل زي الاسد في القفص، وانا مش شايل عيني عنه مستني اي حركه منه تاكد لي اي حاجه. وفي اقل من لحظه يا جدع كان في حد كلم الراجل او همس في ودنه، ولقيت جسمه كله وشه بقى ناحيتي، ولقيته بيتحرك ناحيه الشباك وبيفتح الستاره، كل ده وهو باصص ناحيتي، وبدا يبرق ناحيتي جامد. ساعتها يا جدع انا قلبي خرج من ضلوعي لدرجه ان انا رجعت لورا وانا متصربع، وكنت هقع من الكرسي اللي انا عليه لولا ساتر ربنا يعني. وفضلت مستخبي بالشكل ده يا جدع وخايف ان انا اطلع ولا اروح ناحيه الشباك تاني، بس من جوايا في حاجه بتقول ان هو ما كانش بيبص عليا، مع اني متاكد ان هو كان بيبص عليا. ما كملتش 5 دقايق في الرعب ده ولقيت لك في حد بيهبد على باب الشقه عندي. المشكله ان هو بيخبط بعزم ما فيه، وانا اللي هو احيي انا مفيش حد، انا صاحبي مشي ولا انا لوحدي دلوقتي بالله عليك وعاجز عن الحركه كمان، انت عايز مني ايه والنبي؟ والنبي لا كله الا الشرف. وعقلي الباطن يا جدع بدا يصور لي حاجات بنت فجره في الرعب اللي انا فيه ده، وانا متسمر مكاني لحد اما بدات استوعب كده وبدات اتحرك بالكرسي واحده واحده، بحيث ان اللي بره ما يحسش بيا او ما يحسش ان حد بيقرب من الباب. وقربت من الباب على قد ما اقدر، بدأت أسمع كده عشان أشوف مين اللي بره، وهنا لقيت صوت بيقول لي افتح يا جدع أنا رشاد. الصراحة أنا خفت أكتر لما قال لي رشاد، قلت له إيه اللي يثبت لي إنك رشاد؟ أنا مش فاهم. لقيته بيقول لي يا حي بقى افتح، أنت دماغك ساحت ولا إيه يا جدع؟ افتح عايزك. أنا فضلت ساكت وما ردتش. لقيته بيقول لي يا ابني افتح ضروري عايزك بجد، الموضوع اللي أنت كلمتني عليه شكله قلب جد ومحتاجك. معرفش ليه إحساسي قال لي لا ده رشاد بجد. وقمت فاتح الباب. أول ما فتحت الباب لقيت رشاد بيدخل بسرعة وبيقفل الباب وراه، ولقيته قام قاعد قدامي على قرافيسه بحيث إن إحنا نبقى طول بعض. ولقيته بيقول لي إيه بقى موضوع الشقه ده بقى بجد؟ قلت له ما انت قلت تخاريف وانك مش فاضي وان انا بسرح بيك، ايه اللي جد يعني؟ قال لي اللي جد ان رجالتي اللي دخلت الشقه ودورت ورا الموضوع كلهم اختفوا ومحدش عارف لهم طريق، مع العلم انهم مش زمايل، وكل التحريات عنهم قالت ان اخر مره اتشافوا كانوا خايفين جدا من حاجه حواليهم، كأن في شيء مخفي حواليهم بيخوفوا، وكانوا بيكلموا نفسهم وبيصرخوا، ومن بعدها محدش عارف عنهم حاجه خالص. ممكن بقى تفهمني الموضوع ده فيه ايه بجد؟ وبعد ما فهمته يا جدع الموضوع وفهمته موضوع الدجال وان في موضوع سحر والحوارات دي كلها، قال لي بقول لك ايه، احنا كل اللي محتاجينه اللي احنا نخرجه من بيته نص ساعه بس، وانا اللي هدخل بنفسي واشوف اللي ناقصنا هناك عشان نفهم اللي بيحصل بالظبط بقى. قلت له لو على خروجه من البيت خليها عليا دي سهله، وعندي طريقه كمان بتخلي تاكيدنا بقى وشكوكنا دي تبقى 100% اكيده. قال لي هتعمل ايه بقى بالظبط؟ قلت له انا كل اللي محتاجه رقم تليفون البيت بتاعه وانا هتصرف في الباقي. المهم رشاد مشي وقال لي بكره الصبح هكون عندك برقم تليفون البيت بتاعه، وفعلا تاني يوم بالنهار كان رشاد عندي ورقم تليفون البيت بتاع الراجل اللي اسمه سمير ده عندي، وفعلا اتصلت يا جدع. الو سمير على الخط التاني. قال لي ايوه مين؟ قلت له الرساله وصلتك؟ قال لي مين معايا؟ قلت له واحد عارف انت بتعمل ايه كويس. قال لي وانا بعمل ايه؟ مش فاهم حضرتك. ما ردتش عليه وهو فضل ساكت وهو ما يعرفش ان انا شايفه واخد بالي او ان هو بيحاول يسيطر على نفسه. لقيته خد نفس جامد كده وظبط حاله. قال لي انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه بالظبط. قلت له السحر والكنز هو ده اللي انا بتكلم عنه، حاجات ليها قيمه كبيره جدا بس انت مش قدها، اعتبرني بقى المصباح اللي هيخلصك من الليله دي كلها. فضل ساكت يا جدع وما ردش. قمت انا مكمل وقايل له الشنط واللي في الشنط وصلوا ما تقلقش، والمدام بخير، ها فاهمني انت طبعا المدام بخير. فضل ساكت برضه يا جدع. قمت انا مكمل وقايل له والله انا كنت بفكر في البوليس وبعدين قلت ملوش لازمه ما دام انت هتدفع لي وتراضيني ساعتها انا هسكت واحل عنك. لقيت صوته ارتاح كده يا جدع وقال لي قول كده يا عم تمام، هنتقابل ولا هنعملها ازاي؟ قلت له هتعرف تجيب كام معاك تراضيني بيه؟ قال لي بص انا معيش غير 20,000 هم حلوين عليك. قلت له حلوين ونبقى نتكلم في الباقي بعدين. عارف ميدان كذا هتلاقي عنده حمامات رجالي كده ريحتها زي وشك،
هستناك هناك، قدامك ساعة وتكون هناك. لقيته بيقول لي وانتوا عددكوا كام بقى؟ قلت له لا ما تقلقش انا بس، ولا انت عايز الفلوس تتوزع على كذا حد ونخسر كلنا؟ لقيته اتبسط اكتر كده يا جدع وقال لي تمام قوي كده، هكون عندك في الميعاد. المكان اللي انا قلت له عليه ده يا جدع بياخد نص ساعة رايح ونص ساعة جاي اصلا، ده لو الطريق سالك. ورشاد ما كانش عايز غير نص ساعة، اديني اديته ضعف المدة كمان. وفعلا يا جدع بعد ما قفلت المكالمة مع الراجل لقيته بيجري في الشقة كده كأنه بيدور على حاجة معينة، ومفيش دقيقة كان بدأ ان هو يبقى جاهز ان هو يتحرك. عمل مكالمة اصلا قبل ما ينزل بتاع 10 دقايق كده، وقام واخد بعضه ونازل. اول ما نزل يا جدع رشاد اصلا كان مستني اللحظة دي، لان انا متفق معاه طبعا والمعلم هيدخل عشان يشوف شغله. بس انا طلبت من رشاد ان هو يبعتر الدنيا كلها، كنت عايز الراجل لما يرجع سمير ده يتاكد ان في حد دخل الشقة وكان بيفتش فيها. والصراحة انا كنت عايزه يعمل كده عشان الراجل يشيل من دماغه فكرة الشبابيك دي خالص بقى، ويركز ان اللي بيدخل الشقة او بيدور وراه بيدخل من الباب، يعني مش شايفه دايما. وفعلا عمل المطلوب منه. ولما سمير رجع كان رشاد خارج من الشقة اصلا من بدري. واول ما سمير دخل الشقة تاني قمت انا متصل بيه على طول، لقى المكالمة التانية في وشه على طول. اول ما رفع السماعة قمت انا قايل له كان المفروض تجيب معاك فلوس مش تجيب معاك سلاح عشان تغدر بيا وعشان الشك يروح منه خالص بقى. قلت له شفتك وانت بتأمن على السلاح يا حمار. والطبيعي ان هو مش هيفتكر ان هو عمل حركة زي دي، لان يعني حركة طبيعية ممكن تحصل في اي لحظة، فطبيعي ان هي اكيد حصلت. قمت مكمل وقايل له بس عادي فما خرجتش ببلاش، لان انا ما ضيعتش وقتي وعرفت اكتر واكتر من اللي كنت عارفه لما دخلت شقتك، وده كان اهم جزء اللي ممكن اعرف منه بلاوي على حسب تصرفه. قمت مكمل بقى وقايل له وانا عرفت مكانها خلاص، واكيد انت فاهمني يا عم سمير، عرفت انت خبيتها فين، ولو مش مصدقني بص حواليك وانت تتاكد. انا اخدت اللي انا عايزه خلاص. الغريب بقى اللي انا لقيته فرح فشخ كده، وقام جري ناحيه اوضه النوم وفضل يبص حوالين نفسه، وفجاه لقيت وشه اتقفل تاني كده، لقيته جري على التليفون وقال لي انت كذاب ومش فاهم انت بتتعامل مع مين وبتتعامل مع ايه، وقام قافل الخط في وشي يا جدع. هي كانت محاوله فاشله الصراحه، بس قربنا شويه، يعني مش فاشله قوي. ومن مكاني يا جدع شفت الراجل سمير ده وهو داخل المطبخ وبيجيب الخمره والحاجه وقعد يشرب، بس لقيته عمال يعيط. وهنا افتكرت ان رشاد كان في الشقه اصلا ولسه ما جاش لحد دلوقتي، انا عايز اعرف هو وصل لايه. ولما ما لقيتش رشاد جالي اصلا ففضلت انده ممكن يكون بره، لحد ما لقيت صاحبي هو اللي جاي لي وبيقول لي ايه كل الزعيق ده في. قلت له ما شفتش رشاد. قال لي هو جه كده فجاه، لقيته واقف في الصاله وكان شكله غريب وحركاته غريبه كده، كانه كان بيكلم نفسه او بيفتكر حاجه. حتى انا سلمت عليه ما بصش عليا ولا رد عليا اصلا. وفجاه لقيته قام رايح فاتح باب الشقه وماشي من غير حتى ما يقفل وراه. وهنا القحه دخلت فيا يا جدع، دخلت جوايا كعقليا. يعني هو في ايه بالظبط بقى؟ هو ليه كل اللي بيدخل الشقه ده بيحصل له حاجه؟ ساعتها حاولت اتصل برشاد، بس طبعا ولا في بيته ولا في مكتبه، او بمعنى اصح برضه ملحقش يوصل اصلا. بس سبت خبر في المكانين ان اول ما يوصل يتصل بيا ضروري، بس اتمنى ان هو يرجع في حاجه منهم يعني. بعد شويه يا جدع انا لقيت التليفون بتاعي بيرن، ساعتها رديت الو 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 الو، بس ما كانش في اي رد، رغم اني كنت سامع نفس في حد في المكالمه وسامعني بس ما بيردش عليا. ووقتها لقيت صاحبي داخل عليا وبيقول لي عايز حاجه يا حبيب قلبي انا ماشي دلوقتي. شاورت له بايدي كده اللي هو سلام انت، لاني اصلا كنت بسمعه بنص ودان، انا رامي وداني في المكالمه عايز اعرف النفس اللي انا سامعه ده. وكنت مركز اكتر مع رشاد اللي مشي بطريقه غريبه ده. وبقيت لوحدي في البيت يا جدع، وبدات ابص على الراجل تاني عشان لقيته ولع نور الصاله فجاه، كان واقف وباصص ناحيه الحيطه كده كان في حد بيقول له حاجه. وساعتها طريقته كانه فهم شيء من اللي بيكلمه، ولقيته قام قرب من الشباك كده وقام خاطف نظره سريعه، وانا اتصدمت شويه من الحركه بتاعته الصراحه، اول مره يعملها. نظره ليها غرض معين، نظره مميزه تحس ان فيها تحدي كده، كانه بيقول لي انا شايفك، رغم ان حركته تحسه مش انسان، تحسه متبرمج كده وهو بيتحرك. وبعدها لقيته قام بيطفي الانوار عنده كلها. اوقات كده يا جدع احاسيسك بتترجم بحاجات بس مش بتستوعبها بسرعه. انا عقلي شاف النظره والحركه بتاعته، بس احساسي فهمها اسرع من عقلي. النظره دي جت بعد المكالمه اللي جات لي اللي محدش رد عليا فيها، فهتبقى احا لو طلعت المكالمه دي منه عشان يتاكد من الصوت اللي كان بيكلمه. اصل لو كده يبقى انا ليلتي سودا. وفعلا يا جدع انا دخلت في حاله من الصمت مع هدوء الليل، فتخيل كميه الصفافير اللي كانت في وداني اصلا بقى. بعدها كسر الصمت ده صوت جه من العدم، صوت حاجه بتشق طريقها في وسط الضلمه. بس صاحبي مشي من بتاع 10 دقايق، ما اعتقدش ان هو نسي حاجه ورجع ياخدها. وبعدين لو هو مش هيتحرك بكميه الهدوء اللي انا حاسس بيها دي، كل اللي سمعته كويس لحد دلوقتي هو صوت باب البيت وهو بيتفتح بالراحه وبيتقفل في هدوء جدا. بس الصوت وقف دلوقتي، مفيش صوت خالص، مفيش اي نور اتفتح بره او في اي حركه غريبه. ممكن
يمكن عقلي بس والخوف هو اللي خلاه يفكر في الفيلم الهندي اللي انا بفكر فيه ده، بس التأكيد جالي في اقل من ثانية لما اخدت بالي من الخيال اللي واقف ورا الباب. حد واقف ورا الباب بيتصنت عليا. المشكله ان انا مش هعرف اتحرك ولا دافع عن نفسي، وفي وسط الرعب اللي انا فيه ده كله يا جدع الاقي تليفون البيت بيرن. فاقل من فينتو ثانيه كنت رفعت السماعه، وفي نفس اللحظه اللي رفعت فيها السماعه وقبل ما احطها على ودني لقيت باب الاوضه عندي بيتفتح وسمير خارج من وراه اللي انا براقبه، وفي ايده مسدس ناحيتي، بس ايدي كانت بتترعش اصلا بقى. ولما بصيت في ملامحه لقيت ان عيونه كلها دموع، وباصص لي كانه عايز يقول حاجه بس مرعوب. ساعتها انا سبت سماعه التليفون ورفعت ايدي ناحيه سمير كده وقلت له صلي على النبي وبالراحه كده واللي انت عايزه هيتعمل. لقيته برضه كانه عايز يعيط وايدي لسه عماله تترعش وهو حاطط المسدس ناحيتي، وقال لي انت السبب، انت اللي دخلت نفسك في اللي مالكش فيه. قلت له اهدى بس عشان انا مش فاهم حاجه، انت عايز مني ايه؟ واللي ماسك المسدس ده قال لي هنرقص دانس يا روح امك. انا بصراحه كنت عمال اساله الاسئله دي واقول له مسدس وكذا وكذا عشان اللي في التليفون اللي اتصل انا معرفش مين ده، وسبت السماعه اما يسمعنا يجي يلحقني على الاقل، رغم ان مفيش حاجه هيقدر يعملها لان اي حد في العالم عقبال ما يوصل لي هيكون اللي حصل. ولقيت سمير اللي ماسك المسدس ايديه بدات تتهز اكتر وكانه هو اللي مرعوب، معرفش هو اللي خايف ليه، المفروض انا اللي خايف. لقيته بيقول لي غصب عني بس لازم يحصل فيك كده، كفايه عليك كده، ما ينفعش تعرف اكتر من كده خالص. ولقيته بدا يعيط بجد بقى ويقول لي انا اسف انا اسف. وفي اللحظه دي يا جدع ما كانش قدامي غير ان انا امسك اي حاجه جنب احدفه بيها وخلاص، اهو اي فلفصه، وما لقيتش جنبي غير المنظار اللي انا كنت بستعمله. قمت خاطف المنظار بسرعه وقمت حادفه بيه، وابن المجنونه مع الحدفه قام ضارب طلقه نار من المسدس ناحيتي. عايز اقول لك يا جدع انا من خوفي حسيت ان الطلقه دي جت فيا، من ردة فعلي اصلا انا اترميت من على الكرسي وقعت على الارض. وقتها ما شفتش غير رجول وهي بتجري بره الاوضه وبيهرب من الشقه، وانا بدات اسحف وبحاول امسك في الشباك عشان اظبط حالي واقوم. وعقبال ما قدرت ارفع نفسي يا جدع على الشباك بقيت شايف الشارع اصلا. شفت سمير وهو بيجري في الشارع، كان بيجري جري رعب مش جري خوف، كان بيحاول يعدي الشارع باسرع طريقه ممكنه كانه باتمان يا جدع. والحمد لله ان هو مرعوب وبيجري، لان لو كان عنده وقت يبص وراه كان هيشوفني وانا مسند على الشباك وهيعرف ان طلقته دي كانت في الهواء. وانا فضلت مسند على الشباك يا جدع لحد اما الراجل اختفى من نظري اصلا. اعتقد ان هو وصل عمارته ووصل شقته كمان. وبعد ثواني عينيا جت على الراجل فعلا وهو جوه شقته، كانت حركاته حركات واحد مرعوب حرفيا. وفجاه لقيته بقى عامل زي المجنون وعمال يصرخ ويكلم الهوا ويكلم اللي حواليه كده في الطلق. وفي لحظه يا جدع انا لقيت جسمه كله اتصلب وبقى يعتبر خشبه واقفه، ولقيته بدا يترفع على الهوا وماسك رقبته بايديه كانه بيفك ايد حد من على رقبته، بس هو حرفيا مفيش حد غيره. لولا ان هو مرفوع في الهوا انا كنت قلت ان هو بيخنق نفسه. وفضل يفلفص في الهوا كانه عايز يشيل حد بيخنقه لحد اما اعصابه كلها ثابت، وفضل ثابت كده كانه مات بس لسه في الهوا زي ما هو. ومره واحده لقيته قام اترمى على الارض جثه حرفيا. وفي نفس اللحظه دي لقيت صوت عربيه جايه زي الصاروخ قدام بيتي وبتفرمل، ولقيت رشاد طالع منها وبيجري على البيت عندي. اعتقد كده سهله وعرفنا مين اللي كان على الخط معايا. ومسافه السلم ولقيت رشاد بقى جوه الاوضه عندي وماسك سلاحه ومرفعه. اول ما شافني يا جدع لقيته بدا يهدى كده وسند على الحيطه وبدا ياخد نفس، ولقيته بيقول لي وهو بينهج كده انت كويس؟ قلت له انا تمام بس ممكن بس تساعدني وتقعدني على الكرسي. وفعلا يا جدع سندني وقعدني وقام قاعد هو على طرف السرير بتاعي وقال لي هو ايه اللي حصل بالظبط. حكيت له على كل اللي حصل يا جدع وسالته عن سبب اختفائه لما دخل الشقه. لقيته ما ردش عليا وقام كده راح على التليفون بتاعي وعمل مكالمه، ولقيته بيبلغ في المكالمه عن اللي حصل وانه عايز حمله لبلاغ ضرب النار اللي حصل، انما ما جابش سيره الراجل اللي اتخنق في الشقه خالص. وبعد ما خلص مكالمته يا جدع لقيته قعد تاني كده وقال لي شوف بقى انت لما فتحت لي طريق ان انا ادخل الشقه الصراحه ما لقيتش اي حاجه تدل على كلامك، بس لقيت في شويه اوراق كده مرسوم عليها حاجات شبه السحر والطلاسم، تخطيطات غريبه كده انا مش فاهمها، بس ما فرقش معايا غير ورقه كانت مع التخطيطات دي مكتوب عليها اسم ورقم حد انا عارفه كويس جدا. كان رقم واسم دجال انا كنت قابض عليه من فتره، كان مقبوض عليه بتهمه المتاجره في الاطفال بس خرج منها زي الشعره في العجين. من ساعه ما شفت اسمه وانا كانت دماغي شغلاني، واول ما جيت الشقه عندك افتكرته كويس جدا. ساعتها خدت بعضي ورحت للدجال ده عشان اقطع الشكوك باليقين وافهم باقي القصه العجيبه اللي انت دخلتني فيها دي. واول ما وصلت له الصراحه جه معايا بدون اي كلام لحد الاسم. واول ما وصلت مكتبي اتصلت بيك عشان افهمك واقول لك ان قربنا نوصل لحاجه. ساعتها سمعت صوت ضرب النار والمكالمه الغريبه بتاعتك،
فجيت لك على طول عشان الحقك، بس انا متحفظ بالدجال عندي. قلت له اعتقد الموضوع ما بقاش محتاج دجال عشان يتفهم. الراجل اللي في الشقه اللي هو سمير فجاه لقى مراته بدات تتغير وبيحصل لها حاجات غريبه زي احلام او ان هي مريضه دايما، وبدات طبعا المشاكل بينهم تكتر. الراجل ما عرفش يحل موضوع مرضها ده لحد ما وصل للدجال، استعان بيه على اساس ان هو اللي هيعرف يحل له مشكله مراته. الدجال لما جه عرف ان في رصد تحت شقته، فخلى الراجل يضحي بمراته عشان خاطر الرصد. بس لا، مش هتظبط قوي. هو ممكن يكون الرصد كان موجود اصلا وتحول لجن عاشق لمراته وفضل يلعب في دماغه لحد ما قتلها، او برضه ممكن يكون الرصد ده عليه ملكه اصلا وجننت الراجل اللي هو سمير ده وخلته يتوهم لحد ما وصل ان هو يقتل مراته. وممكن برضه يكون الدجال ده هو اللي حاطط عينه على المكان من الاول وعمل كل ده فيهم. بس برضه ازاي عمل كده؟ لما دخل البيت عرف، ولا ازاي خلاهم يوصلوا له اصلا؟ بس برضه هو الراجل كان اللي هو سمير ده كان بيشرب خمور كتير، وده معناه انه عايز ينسى اللي حصل. يعني ممكن يكون كان مجبور على اللي عمله، وممكن يبقى في قمه وعيه وعارف هو بيعمل ايه. الغريب ان هو لما جه يضرب نار عليا المفروض ان جاي بنيه القتل، بس هو كان مرعوب اصلا مني. والاغرب ان انا لما كلمته في التليفون كان بيتكلم معايا بكل ثبات وثقه، وكان عارف ان هو عامل مصيبه. معنى كده ان الراجل ما كانش مغصوب عليه ولا حاجه. ممكن الجشع مثلا هو اللي خلاه يوصل ان يعمل كده في مراته عشان يفتح بقى الرصد والكلام ده. بس معلش لحظه واحده، هو مراته اصلا لسه محدش لقى جثتها لحد دلوقتي. يعني ممكن تكون مراته موجوده اصلا وهي اللي بتعمل كل ده اصلا. بس برضه مين الناس اللي دخلت فتشت الشقه؟ انا كنت فاكرهم تبع رشاد، بس ما طلعوش تبع رشاد، يعني مش بوليس. يبقى اكيد دول كانوا تبع الدجال، وهو اللي بعتهم عشان يعملوا شيء معين مثلا، او ناس تبع مراته وهي اللي بعتهم عشان يسرقوا حاجه معينه عشان تكمل قصتها الغريبه اللي احنا فيها دي. وليه ما يكونش مراته اصلا هي الملكه اللي على الرصد والموضوع كله من خيالنا من البدايه، وان في ست وان هي دي مراته وهي اصلا الملكه؟ او ممكن يكون مفيش رصد تحت البيت اصلا بقى، وان الراجل ده شغال مع الدجال والقرف ده. بس برضه يبقى مين الست اللي كانت موجوده معاه اللي انا شفتها، وازاي اختفت فجاه كده وما بقاش حد عارف عنها حاجه؟ وليه الراجل مخطط لكل شيء ان هي سافرت وموضح للناس كلها ان هي سافرت؟ معنى كده ان الناس كانت بتشوفها وعارفاها، يعني هي مش جنيه ولا حاجه. بص، هو الموضوع لعبك، واعتقد ان انا لازم اول ما اقدر اتحرك اروح انا هناك. ساعتها لقيت رشاد بيقول لي يا ابني انت لعبكت لي دماغي، انا كده كده مش هسيب الدجال غير اما افهم كل حاجه. قلت له طب بقول لك ايه، انا عايز احضر التحقيق ده معاك ماشي؟ قال لي انت عبيط؟ للاسف لا طبعا، ما ينفعش ان انت تحضر تحقيق زي ده، بس انا هقدر اديك نسخه من التحقيق لما يخلص وتقرا براحتك. بس بيني وبين نفسي كده يا جدع كان في سؤال مجنني الصراحه، مين اللي جالي وكان عامل نفسه رشاد؟ وازاي عنده القدره على التجسيد بالشكل ده؟ ولقيت رشاد بيخبط على كتفي كده وهو بيقوم وبيقول لي المهم الحمد لله على السلامه يا بطل، وان انت ما حصلكش حاجه، يا ريت تاخد بالك بقى من نفسك، اهي جت سليمه المره دي. والحمد لله اهو الراجل اللي مجننك اللي اسمه سمير ده مات، والست دي ولا نعرف عنها حاجه ولا حد شافها اصلا غيرك، والدجال محجوز عندي. واعتقد القصه دي خلصت كده كحوارات وكلها كام يوم وهنفهم كل حاجه. واخد بعضه ومشي يا جدع. وانا في نفس اليوم يا جدع بعديها بنص ساعه كده ولا حاجه كان البوليس مقفل الشارع اصلا، كانوا جوه شقه الراجل اصلا، واللي بياخد عينه واللي بيعمل حركات، وانا خايف عليهم كلهم والله. وبعدها الشقه اتقفلت بامر رسمي، ومن ساعتها يا جدع وانا مقتنع ان في حد لسه بيبص عليا من الشقه دي رغم ان هي مقفوله، لحد اما جالي مكالمه من رشاد وجالي وفهمني جزء من القصه من على لسان الدجال. بس بما ان ديبو وبما انكم العصابه فالقصه مش هتخلص ان انا اقول لكم رشاد قال لي ايه، انما القصه هتخلص ان حضرتك اللي هتحلل الموضوع، وهسيبك تتسحل السحله دي عشان تشغل دماغك شويه وتكتب لي في الكومنتات وتتناقشوا مع بعض زي كل فيديو، وزي ما احنا متعودين احنا اللي بنحل المواضيع. وعايز اشوف جمال عنكبوت دماغك يا عصابه، وقولوا لي هيوصل لحد فين. مع العلم احسن دماغ عنكبوت هشوفها اسمه هيتكتب في الرواية الكاملة بتاعت الفيديو ده، وهيبقى ليه عائد مادي كمان من الرواية دي لما تنزل. في بقى حاجة كمان، مع العلم ان اللي حصل في الفيديو ده ليه علاقة بفيديو جن الرصد اللي انا سبته لكم في الكوميونتي وقلت لكم راجعوه عشان ليه علاقة بالفيديو ده. وحبيبي يا جدع ويا ريت تديني لايك عشان انا بحب افشخلك دماغك. ومع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا، احب اقول لكم الله يبارك لكم، سلام.